انا عارفاكم بلي كلكم كيعجبكم هذا المركز ديال الحامض، ولكن كلكم كتعكزوا على الحكان ديالو والطريقه ديالو الصعيبه اللي كتاخذ الوقت. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي سهله وزوينه بزاف، بلا ما تحكي اختي، بلا ما تعذبي راسك، غتوجدي مركز الحامض باسهل طريقه. بلا ما نطول عليكم الهضره، يلا معايا دابا نوريكم المقادير والطريقه ديال التحضير. كيف ما كتعرفوا دابا الحامض هذا وقته يعني متوفر بزاف في الاسواق، والثمن ديالو يعني ناقص الثمن، هذا وقته. وكيف كتعرفوا دابا راه جاي الصيف، كنبغيو بزاف هاد العصائر البارده. حيدي عليه اختي هاد الحكاكه وغادي نوجدوه غير بهذه اللي كنقشروا بها الخضره. ما تحكي، ما تعذبي، ما حتى شي حاجه. ها نتوما شوفوا معايا الطريقه اللي هي جد سهله. خديت 4 كيلو ديال الحامض اللي غسلتها مزيان ومسحتها، وخديت هذه اللي كنقطعوا بها، اللي كنقيو بها الخضره. ها نتوما شوفوا معايا. انا راه كنت كنكره شي حاجه سميتها تحكي هذا الحامض، ولا تحكي الليمون باش نديروا المركزات. فبهذه الطريقه هذه ما بقيتش كنعكز، صافي دغيا كيوجد ليا، ما كتعياي ما حتى شي حاجه. كيف شفتوا معايا كنحاول نقشرو كامل، ولكن ملاحظه اللي هي مهمه، ما توصلوش لديك القشره البيضاء باش المركز ما كيجيكمش مر. ضروري كتهزوا غير القشره الفوقانيه، ما تقيسوش البيضاء، لان ديك القشره البيضاء هي اللي كتعطي المروريه. غنكمل بنفس الطريقه حتى نسالي هاد 4 كيلو د الحامض اللي عندي كامله، ونتلاقاو من بعد. هانتوما من بعد ما ساليت ديك 4 كيلو كلها، شوفوا معايا راه عطاتني كميه اللي هي مزيانه. الخطوه الثانيه غناخذوا اختي الهشوار، الهشوار غادي نديرو فيه هاد القشور ديال الحامض، وغادي نطحنوها كيف شفتوا معايا بلا ما تصدعي راسك ولا تعذبي راسك. ودغيا كتوجد، راه ما كتعذبوش مع هاد المركز نهائيا. درت الكميه كلها في الهشوار، وغادي نبدا نطحن. حاولوا تطحنوه مزيان 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 مزيان، مهم ما يبقاش فيه شي طريفات اللي هما كبارين، ضروري تطحن لكم مزيان. ها نتوما كيف شفتوا معايا، اعطيوه الوقت وطحنوه واحد 10 دقائق هكاك. المهم ضروري تطحنوه مزيان. شوفوا معايا من بعد ما طحنتوه وقولوا لي واش دابا هذا هو، واش ماشي هو بحال اللي كنحكوه تماما، بلا تماره بلا عذاب بلا حتى شي تكرفيس. ها نتوما شوفوا معايا، صافي غادي نحيدو ابار. غادي ناخذ داك الحامض اللي حيدت له القشره وغادي نقطعو باش نطحنو. راه في امكانكم تقشروه من ديك القشره البيضاء وديروه في مولينيكس وطحنوه مزيان مزيان مزيان، عاد من بعد تصفيوه الا ما فيكمش اللي يعصر، ولا تعصروه بالطريقه اللي غادي ندير انا كان عندي صراحه مشكل غير في داك الحكان ديالو، هو اللي كيعيني وكيعذبني. فبالنسبه للتعصر فساهل، ما عنديش مشكل فيه. صافي من بعد ما كنقطع واحد الكميه غناخذ عصاره ونبدا نعصرو مزيان. المهم نسالي الكميه اللي عندي كامله. صافي من بعد ما عصرت ديك 4 كيلو كامله، غناخد هنايا واحد البانيو اللي كيكون كبير، كندير فيه داك القشور د الحامض اللي طحناهم الاولين، وكنزيد عليهم سنيده. بالنسبه للسنيده فكديروا دائما نصف الكميه ديال الحامض. ما تقوليش راه غادي يجي حلو بزاف، ولا راه كتعرفوا الحامض كيكون يعني الحامض في المذاق، فالكميه ديالو كتجي هي هذيك الحلاوه ملي كنديروا غير النص. انا عندي 4 كيلو ديال الحامض، درت ليها جوج كيلو ديال السكر سنيده. راه الحلاوه كتجي هي هذيك، ما ديروش قل، لانه غادي يجيكم شي شويه باسل. مهم دابا غادي نزيد داك السكر على داك القشور د الحامض، نحاول ندخل داك القشور مع داك الحامض مزيان باش هكا كيعطينا مذاق اللي هو مركز اكثر. هانتوما خدموا بيديكم ولا خدموا غير بشي ملعقه خشبيه بحال هكا. مهم داك الحامض والسكر يتخدموا مع بعضياتهم واحد شويه. صافي من بعد ما ساليت داك العصير غادي نزيدو عليهم، ونبقى نخليه المهم ضروري خصو يبقى يبات ليله كامله باش داك السكر كيذوب مزيان وكيولي على شكل سيرو. ولكن من قبل ضروري مره تبقاو تحركوه من التحت للفوق لتحت للفوق، باش ديك السنيده اللي كتكون هبطت للقاع لتحت كطلع وكتذوب، باش ما تبقاش مجموعه لتحت. فهمتوني؟ المهم مره بقاو تحركوه. انا كنديرو في الثلاجه وكنغطيه، وساعه كنجبدو كنحركو مزيان وكنولي نعاود ردو. المهم هنا من بعد ما بات ليا ليله كامله في الثلاجه، ها نتوما شوفوا راه داك السكر داب كامل ولا بحال شي سيرو. دابا غادي ندوزو باش نصفيوه.
ضروري غادي ناخد الصفايه، وهانتوما كيف كتشوفوا نبقى نصفيه، نضغط مزيان باش كيهبط لينا داك الستيرو، كيبقى لينا تما غير دوك القشور. ومن طبيعه الحال هاد القشور راه ما غنرميوهمش، راه حتى حاجه ما نضيعوها. هاد القشور هادو غادي نجمعهم كاملين من بعد ما كنصفيهم. هانتوما كنصفيهم مزيان، غنديرهم فواحد العليبه ونديرهم في المجمد. نبقى نستعملهم من بغي ندير شي كيكه ولا شي غريبه ولا المهم اي حاجه في شي حليوه شي حاجه بحال هكا كتبغيو فيها المذاق ديال الحامض، فراه كيجي رائع. كتعطي فيها واحد المذاق، تصوروا معايا غير الكيكه كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف وريحه زوينه بزاف. صافي باش حتى حاجه ما تضيع. نكمل بنفس الطريقه حتى نصفيه كامل. وها هو المركز ديال الحامض كيف كتشوفوا معايا واجد. الريحه ديالو كتشهي، ودابا كيف كتعرفوا مع الحراره دابا بدا يسخن الحال شي شويه، يعني كنبغيو شي حاجه هكا اللي تكون كتبرد، تكون سريعه دغيا كتوجد. فهذا ممكن تخليوه تخلطوه غير هكا مع الماء، ولا ممكن تطحنوا معاه اي نوع ديال شي فاكهه والماء كتبغيو، شي فاكهه بنان فريز المهم اللي بغيتو. انا غنوريكم هنايا غير دغيا خلطتو عادي مع الماء راه كيجي رائع. المهم كتاخدوا هنايا تقريبا واحد 4 ديال المعالق. المهم ما وصلش حتى الربع، والتباقي كنكملو ماء، راه كيجي منعش وزوين بزاف. المذاق ديالو كيجي غزال بزاف. انا بعدا ولادي كيحماقوا عليه، يعني ضروري في هاد الوقيته ملي كيكون الحامض رخيص كنشريه وكنوجد كميه اللي هي لا باس بها، وكنديرها في المجمد. الوقيته اللي كيبغيوه فكيجبدوه وكيلقاوه واجد. كنتمنى الا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده، وبسلام عليكم.